كتعطيه اللقب رسميا المنتخب الوطني المغربي بطل ديال كاس افريقيا. باش الناس نحطوهم في الصوره وما نكذبوش على الناس ونعطيهم الحقائق، راه من طبيعه الحال كاين الاخوه اللي كيسولوا بطريقه اللي هي فيها تخوف، واش السنغال من حقها تمشي للطاس؟ من حقها تمشي للطاس. هذا الملف ديال الكان فهو ملف طويل وطويل بزاف، والكاف حسمات الامور ديالها، ولكن السنغال عندها الحق انها تمشي للطاس. ولو تمشي للطاس الماده 82 و 84 ديال اللوائح ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، الطاس غادي تجاوب السنغال بالقانون. القانون نتوما انسحبتو والحمد لله كاين كلشي منقول، كلشي مشاهد عليه العالم. انسحبتو حتى جاني ايفانتينو الرئيس ديال الفيفا كان في تيران، انسحاب الكاف باللجنه ديال الاستئناف من اللي مشاو حكموا للمنطق. السنغال منسحبه. لعاب واحد اللي بقى في تيران هو ساديو ماني، وكنعرفوا على انه لا فتي 7 ديال اللعابه، لا بقاو اقل من 7 اللعابه في تيران، سواء بالطرد او بانسحاب، كيتعتبر الفريق منهزم ب3-0. وإلا كانوا مثلا في حالة الطرد، هذا هو القانون، إذا كان في حالة الطرد الفريق طردوا منه مثلا طردوا منه 4 اللعابة وبقاو قل من 7، طردوا منه 5 اللعابة وبقاو مثلا 6، إلا كان الفريق يلاه رابح بواحد 0 ولا 0-0 كيتعتبر رابح ب3-0، ولكن كان رابح ب5-0 ولا ب6-0 كيخليو كيبقاو على ديك النتيجه هذه. في الحاله ديال الطرد. اما بالنسبه للانسحاب، الا انسحبوا 5 اللعابه الفريق الخصم كيتعتبر خاسر. الا كان 0-0 كيتعتبر خاسر ب3-0، الا كان هو اللي رابح بصح في النتيجه كيتعتبر خاسر، واذا كنت انت رابح وانسحب كيتعتبر خاسر. هذا هو القانون المعمول به في الكره اللي حطها الايفاب، والإيفاب هي المشرع الاول ديال القوانين اللي كتعطيهم الفيفا، والفيفا عطيهم الاتحادات المنضويه تحت اللواء ديالها، كاف، كوميبول الى اخره، الويفا، هما اللي كيطبقوا ديك القوانين. اذا الطاس اللجنه ديال الاستئناف مشات غير المنطق اللي هو القانون احتكمت ليه، والماده 82 و 84 كتقول اي فريق انسحب العواقب ديالو هو انه خاسر في الماتش. اذا السنغال من حقها تمشي للطاس، ولكن ما يمكنش، على انه في الغالب يستحيل انه الطاس تحكم متناقضه مع البنود اللي حطاهم هي الاولى ككره كاتحاد دولي كره القدم. اذا هذا بوراس او رجع لينا، شكون اللي يعوضنا في اكتئاب